اغرب حاجه سمعتها في حياتي، بالدراع مش بالكوع. ده تفسير لجنه الحكام في دوري انجلترا في ليه برونو جيماريش ما اتطردش في ماتش ارسنال في الكوره دي. قال لك انه ضربه بالدراع مش بالكوع. الكوره دي اللي ما خدش فيها انذار ولا حتى اتحسبت فاول. بجد بيجي السؤال هنا، هل التحكيم في دوري انجلترا فيه فساد ورشاوي بقى وكلام من ده، ولا هي مساله ان حكام اقوى دوري في العالم كلهم على بعض كده ما عندهمش فكره؟ لان بصراحه زي ما هوريكم في الحلقه دي، مش طبيعي خالص ان يبقى كل ماتش له قوانين مختلفه. ولكن مهزله التحكيم دي مش اغرب حاجه حصلت في الدوري الاسبوع ده. اغرب حاجه ان مانشستر سيتي وليفربول لعبوا اتنين من اسوأ فرق الدوري، وهالاند وصلاح ما جابوش ولا نقطه في الفتره. بجد انا مش فاهم ومش مستوعب خالص اللي حصل من قرارات تحكيميه في ماتش نيوكاسل وارسنال ده. حسسني كده ان بعد سنين وسنين كتير جدا من الفرجه على الكوره محدش فينا بقى عارف ايه قوانين الكوره. برونو جيماريش ده انا ما عنديش فكره ازاي قعد في ارض الملعب. عندنا طبعا الكوره اللي اتكلمت عليها بتاعت الدراع والكوع، طول الماتش هو نزل ضرب وزق في اللعيبه، ولا كوره من دي خد فيها انذار، وخد انذار واحد في الاخر لما اعترض على الحكم بعد ما اخيرا اتحسب عليه فاول. صراحه مهزله. ولما يطلع لك بعد كده بقى لجنه الحكام تقول لك لا، ما هي الضربه اصلها ما جاتش بالكوع، جت بالدراع. طب ما ده بيقول لكل اللعيبه بعد كده اعملوا اللي انتوا عايزينه طالما مش بالكوع. يعني مثلا لو كوره سهله رايحه لحارس المرمى، يجي المهاجم بتاع الفريق المنافس يقوم مديله على دماغه بس بدراعه، يقع الحارس والكوره تدخل جون ومفروض تتحسب. ليه؟ لان ما ادالوش بكوعه، اداله بدراعه. مسخره بجد، مسخره. قرارات بقى التحكيم اللي على برونو جوماريش دي كوم، والجون اللي نيوكاسل جابوه كوم تاني خالص. الكوره بدات ان كان في شك انها طلعت اوت ولا لا، زي ما شفنا في كاس العالم مع اليابان. مش شرط لو الصوره موضحه ان الكوره خرجت انها تبقى بجد خرجت. ولكن نفس الكوره دي حصلت لمانشستر يونايتد لما راشفورد دخلها جوه تاني ولعب كوره مانشستر يونايتد جاب منها جون. الفار دخل وقال لا، طلعت بره ولغى الجول. المره دي بقى قرروا ان مفيش كاميرا موضحه لهم بنسبه 100% الكوره خرجت ولا لا، فمش هنقول انها خرجت. فوتناها. اتلعبت الكوره العرضيه وواضح جدا ان جولينتون بيزق بايديه الاتنين ظهر مدافع ارسنال جابرييل. فانا وانا بتفرج قلت اكيد اكيد فاول. ده حكام انجلترا لما شافوا هويلاند في ماتش يونايتد وسيتي بيلمس بس كتف رودري حسبوا ضربه جزاء. هنا جولينتون زقق الواد، اكيد فاول. قال لك لا مش فاول، مش واضح. طب هو بيزق الكرة نزلت بين ايديه، يعني اكيد ما نزلتش سلت كده من غير ما تلمس دراعه. اكيد اكيد لمسه يد، لان دراعه ده بعد كده اللي ودى الكرة لجوردن اللي جاب الجول. قال لك لا برضو ما شفناش، الكاميرا مش موضحه. المهم بقى الكرة لما راحت لانتوني جوردن ده كان واقف في التسلل، لان من الاخر حارس مرمى ارسنال سابق الكوره، فما فيهاش بقى رسم خطوط. خلاص مش باقي غير مدافع ارسنال هو اللي مغطي وحارس المرمى بره الكوره. فالقانون هنا بيقول لك ان اكيد الكوره تسلل حتى من غير ما ترسم الخطوط، لان هما طلعوا قالوا مش عارفين امتى بالظبط الكوره اتردت لجوردن. اتردت منين؟ ما هي من ايد جوليت. يعني الموضوع واضح جدا وسهل جدا. الجون ده لاربع اسباب، على الاقل 3 اسباب او ممكن سببين، ملغي. فجأة نتفاجئ ان الجون تمام وبيتحسب. حاجة غريبة جدا، حاجة مش عارف استوعبها. والكلام ده بيحصل من بداية الموسم بطريقة غير عادية. كل ماتش والتاني بيحصل مشكلة، وبيحصل حتى الاسبوع اللي فات نيوكاسل اتحسب له ضربة جزاء تضحك قدام وولفز. فواضح جدا ان كل ماتش كده زي ما قلت له قوانين مختلفة. ولكن الغريب جدا ان اكتر فرقتين مستفيدين من بداية الموسم هما نيوكاسل ومانشستر سيتي. يا ترى ليه؟ هحاول ابطل والولا شويه ونتكلم عن الماتش. ارسنال لعب الماتش ده بنفس الطريقه اللي لعب بيها ماتش مانشستر سيتي، وهي التحكم. ارسنال وارتيتا من بدايه الموسم واضح جدا ان هم مضحيين بالحماس الهجومي في سبيل تحكم اكتر على الماتشات. وعشان كده مثلا سواء مانشستر سيتي او نيوكاسل قدام ارسنال، الفرقتين في الماتشين ما شاطوش ولا كوره باستثناء الجون محل النزاع بين ال3 خشبات بتاعت ارسنال. ولكن التحكم ده مؤثر سلبيا جدا جدا على الاداء الهجومي وصناعه الفرص لارسنال. فبصراحه في الماتش ده ارسنال ما عملش كفايه انه يكسب الماتش، ولكن اكيد دفاعه عمل كفايه انه ما يخسروش. لو حد كان جه قال لي ان مانشستر سيتي كسب بورموث 6-1، اكيد اكيد يعني كنت هتوقع ان هالاند على الاقل جايب له هاتريك و2 اسيست. فانه في ماتش زي ده ما يجيبش ولا جون وما يعملش ولا اسيست، دي بصراحه حاجه انا مش عارف اترجمها ازاي في مخي.
ولا اشرحها ازاي لنفسي. فعلا ملهاش تفسير. ولكن جيريمي دوكو بقى قام بدور هالاند وبقى اصغر لاعب في تاريخ دوري انجلترا يبقى له يد في 5 اهداف في نفس الماتش ويصنع 4 اهداف منهم. وده اول مره لاعب في الدوري يصنع 4 اهداف في نفس الماتش من بول بوجبا، فاكرينه لما عملها لمانشستر يونايتد قدام ليدز في اغسطس 2021. ليفربول بقى نجي باعجوبه من فضيحه الخساره قدام فريق ده استاده. الغريب بقى جدا ان ليفربول لعب قدام لوتون في استادهم ده 5 مرات في تاريخه ما كسبش ولا ماتش من 5، يمكن عشان شكله استاد مركز شباب. لكن عايز اقول ان اول ما سمعنا وابتدينا نشوف الفار ده قلت ان ده احسن حاجه هتحصل للكوره، انه هتقلل جدا غلطات التحكيم وتوصلنا لعداله اكتر في نتائج الكوره، حتى لو ده جه على حساب الحماس اللي هو بيجي جون ما بتبقاش عارف تنبسط ولا لا لغايه ما الفار يبصوا عليه. وبصراحه ده حصل في معظم دوريات العالم وشفناه بوضوح جدا في كاس العالم الا في الدوري الانجليزي، عشان من الاخر زود عدد الاشخاص اللي بقوا بيحددوا ويتحكموا في نتائج الماتشات. ارتيتا في المؤتمر الصحفي بتاعه قال انه حاسس بالكسوف للمهزله دي، ان اقوى دوري في العالم يبقى ده شكل التحكيم فيه. خلينا نشوف هيحصل ايه في دوري التحكيم الانجليزي واشوفكم الحلقه الجايه.